الديمقراطية الأخطر من الديكتاتورية. إيه الكلام الكبير ده؟ الديمقراطية اللي كلنا بننادي بيها وبنعظم من شأنها أخطر من الديكتاتورية؟ هو وهم الديمقراطية. فخ اسمه فخ الديمقراطية. قولة حق يراد بها باطل. حاجة شكلها حلو. كلام معسول، بس تقرب منه هتتلسع وهتلاقيها أخطر من الديكتاتورية كمان. الأنظمة الديكتاتورية أنت تبقى عارف أو متارجت السيستم بتاع الديكتاتورية. أنت عارف واحد اتنين تلاتة، شايف أولها وآخرها، شايف مين الراس المدبرة للديكتاتورية دي، وشايف التولز بتاعته إيه، وشايف كل حاجة، وكل حاجة محددة واضحة. أما الديمقراطية هي ديكتاتورية مقنعة، ديكتاتورية ملهاش ماسكة، ملهاش ملكة، ما تعرفلهاش حاجة منين بيودي على فين، ما انتش ماسك حاجة في ايدك، مفيش حاجة واضحة. فالديمقراطية في نظام ديكتاتوري فهي يعني عز الطلب، يعني الناس تقعد بقى تحزق وتطلع وتنزل وبينما ونحن وننادي وأنه الديمقراطية وحكم الشعب للشعب والشعارات الحلوة اللطيفة دي. فالشعارات الحلوة الجميلة اللطيفة دي في نظام ديكتاتوري اللي هو ده عز الطلب، تعالى يا حبيبي، تعالى بظهرك، هتجيبك انت بتديها له على طبق من فضة. ليه بقى بتديها له على طبق من فضة؟ لأن الشعوب كتير منها هو شعوب غير مؤهلة إنها تفهم يعني إيه ديمقراطية. تخيل أنت في بلد ما فيها 100 مليون، 200 مليون، 300 مليون، أيا كان، مليار، ونزلوا انتخابات، والمليار بني آدم دول نصهم عندهم محو أمية، عندهم أمية قصدي. عندهم أمية مش معنى كده إن هم مش بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا، لأ، عندهم جهل، عندهمش ثقافة، عندهمش قدر من الوعي الكافي إن هو يميز إيه صح وإيه غلط، مفيش. عليهم زيطة. فتخيل انت بتحط مصير أمة في ايد نص مليار بني آدم ما عندهمش لا وعي ولا ثقافة ولا أي حاجة. ايه ده بقى؟ فالنص مليار دول بقوا لقمة سهلة في ايد النظام الديكتاتوري ان هو يغير فيهم زي ما هو عاوز، يوجههم للطريق اللي هو عاوزه بمنتهى البساطة خالص. لا، الكلام احنا قلنا في الفيديو اللي فات، هيعمل لك وعي زائف، هيعمل لك إرادة مزيفة. يعني هيقنعك، او انت هتكون عندك ايه، عندك قناعة ان انت اللي واخد القرار ده، في حين ان انت مش واخد القرار ده ولا حاجة. انت هيئت الى كده، انت دفعت دفعا لكده، انت تمت تهيئتك لكده. زي بالظبط كده لما حد يسخن واحد على التاني. تخيل مثلا واحد عاوز يخلي واحد يقتل مثلا، مش هيروح يقول له اقتل فلان الفلاني، لا، ما يبدأ ينفخ في ودانه بقى. ده فلان الفلاني ده عمل، ده سوى، ده النهارده حصل منه كذا كذا كذا، ده يا راجل، ده شر يا راجل، مش ده، يا خبر ابيض، ربنا ياخدنا بقى، ياخده ويريحه ويريحنا منه بقى. مش ممكن، ده فساد في الارض يا جدع، يا جدع، ده حتى عقاب الفساد في الارض ده اللي هو تقطع ارجلهم من خلاف، ايديهم وارجلهم من خلاف، يعني مش ويصلبوا وبتاع وينفوا من الارض اصلا. ايه ده حاجه شر محض. ده عمل دخان فلان الفلاني، ده عمل حاجة الفلانية، ده اتحرش بفلان، ده عمل، ده سوى، ده عمل فيك كذا، ده قال عليك كذا، ده مش عارف كان ناوي يسرقك في الحاجة الفلانية، ده كان ناوي مش عارف يعمل ايه مع اختك ولا مع مراتك ولا. تسخين 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 تسخين. ايه بقى اللي هيحصل بعد كده خلال شهر مثلا ولا شهرين من الكلام ده؟ اوتوماتيك تلاقي الراجل ده خد اكشن ان هو يقتل فلان الفلاني من غير ما انت تقول له روح اقتل. هل ده كده بإرادته؟ هو بإرادته فعلا، ولكن انت هيأته لكده، انت زرعت جواه الفكرة اللي احنا اتكلمنا فيها الفيديو اللي فات، هي فكرة زراعة الفكرة وتغيير الوعي وتغيير الإرادة بتاعتك. فانت تم تهيئتك انك تعمل الحاجة الفلانية، فانت اوريدي عملت الحاجة الفلانية من منطلق انك فاكر انك انت اللي عملتها بمزاجك، ولكن لو رجعت لنفسك وشفت الوعي بتاعك هتلاقي ان الوعي بتاعك تم تزييفه، تم تحريفه. زي مثلا كده خلينا نقول مش بس حد سخن حد على حد. فهنا بيقول لك ايه؟ حكم الشعب للشعب. كلمة مطاطة ملهاش أي محل من الإعراب. يعني إيه حكم الشعب للشعب؟ يعني إيه؟ يعني إيه واحد يكون جاهل أمي ما عندوش أي قدر من الوعي آه، يبقى ليه قرار إن هو يحكم حاجة أو يعمل حاجة؟ إيه ده؟ إيه العبث ده؟ هتقولي يا عم ده إيه التنمر والعنصرية دي؟ لأ، مش تنمر ولا عنصرية، دي مصلحة عامة. يا عم تخيل أنت بتلعب فيفا ولا بلاي ستيشن ولا أي حاجة، هل أنت بتجيب لاعب مكسح تلعب بيه ولا بتلعب بأفضل لاعب عندك أو أفضل فرقة عندك؟ ولو فرقة تعبانة مش أنت بتقومها؟ نفس الفكرة، انت هتلعب بلعيبة كسر،
لعبة مكسحة اكيد لا يعني. وانت بتلعب مش لازم فيفا، يعني انت بتلعب اي لعبة بابجي ولا اي حاجة فيها اكشن ولا الكلام ده كله، هتختار افضل حاجة تلعب بيها، او افضل شخصية تلعب بيها وافضل سلاح تلعب بيه، ولو مش معاك هتطوره عشان يبقى افضل. نفس الفكرة، تخيل انت بتتكلم على سكيل العاب، فانت بتختار افضل عشان تظبط الدنيا، ولو مش كويس انت بتخليه كويس عشان تظبط الدنيا معاك. فتخيل ده مصير شعوب، فانت هتحطه في ايد ناس غير مؤهلة؟ لا طبعا. ففكرة الديمقراطية في نظام ديكتاتوري دي عز الطلب. هو عنده لقمة سائغة ولقمة سهلة جدا ان هو يشكلها زي ما هو عاوز، يمين يمين شمال شمال، وفي الاخر هيقنعهم او هم هيبقوا مقتنعين ان هم بيعملوا الكلام ده بمحض ارادتهم. وللاسف هي بتبقى تزييف للاراده وتزييف للواقع وتزييف للوعي. فيعني ايه الديمقراطيه دي؟ نقدر نقول عليها انها وهم، وهم الديمقراطيه. اشوفكم على خير. السلام عليكم.